السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل فايش الافران. بس قبل كده يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ويوصلك مني كل جديد. نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في الاول كده هي الحاجات دي او المواد دي الموجوده قدامنا هي اللي هنستخدمها في فايش الافران. هو عباره عن خميره وسكر، زيت وميه وزعفران، بودرة زعفران عشان التلوين، وكركم وفانيليا وملح وحبة خل. هنحط الاول المواد الجافة. قبل المواد الجافة هنعمل الخميرة. لو انت مش واثقة من الخميرة بتاعتك اعمليها تجربة. دي لسه جايباها النهارده فمش عارفة ظروفها ايه، فهعمل لها التجربة بتاعتها. معلقتين سكر على معلقتين خميرة. واللي انا مستخدماه ده كيلو من الدقيق، عليه معلقتين سكر ومعلقتين خميره. هنقلبهم في ميه دافيه ونسيبهم شويه عبال ما نشوف ظروف الخميره دي ايه. لو مش واثقه من خميرتك لازم تعملي الخطوه دي. كده نغطيها ونسيبها شويه عبال ما نجهز باقي الحاجه. كده هنحط المواد الجافه على بعضيها. دي بودره الزعفران والكركم. هنحط معلقتين كركم او معلقه كركم واحده كبيره، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره. هنحط حبه ملح والفانيليا. الفانيليا دي اختياري بس انا بحبها في ريحه البسكوت. هنقلب المواد الجافه مع بعض. يبقى انا حطيت المواد الجافه، حطيت الزعفران والكركم والفانيليا وحبه ملح. هنا هنحط الزيت. الزيت عباره عن نص كوبايه زيت. الكيلو بياخد نص كوبايه زيت ومعلقتين كبار من الخل. الخل بيعمل هشاشه للفاش وخليه شكله حلو وكويس. بصي عبال بس ما حطيت المواد الجافه على بعض كانت الخميره ما شاء الله عملت. في نفس كوبايه الخميره حطيت كوبايه ميه، وهنحط كوبايه تانية وهنبدا العجن. ولو احتاجت ميه هنحط تاني. كده بدأنا العجن. ولو ما عندكيش عجان زي حالاتي كده اهوت، حطي الحاجه على الرخامه. رخامتك نضيفه احلى عجن على عجن الرخامه. بعد ما عرفته بصراحه وانا شغاله بيه على طول بتعجني كويس وتاخدي راحتك وتاخدي مساحه اكبر وتاخدي وتدي في العجين. تعجني كويس وتلتي وتعجني فيه، بيبقى زي العجان واحلى كمان. بصي بعد 10 دقايق عجن فضلت اعجن لغايه لما العجين طلع من ايدي. متنسيش اللايك، حطي لايك لو سمحتي. بصي العجينه بقت في ايديا عامله ازاي، ناعمه وحلوه. بصي ملمسها حلو كده وناعم. كده خلصتها. هنحطها في حاجه ونسيبها لتخمر. غطيها بقى باي حاجه، بسنيه، بستريتش، بكيسه، باي حاجه غطيها وسيبيها في مكان دافي تخمر. بصي طلعت لغايه فين، بسم الله ما شاء الله. الخميره كانت حلوه قوي. معلقتين خميره كبار كفوا بالغرض وزياده كمان. كده الكيلو هيعمل لي 4 ترغيف، فانت هتعملي على قد الصواني اللي عندك. شوفي هيطلع لك قد ايه. وممكن تعملي نص كيلو بس هيطلعوا لك برده حبه حلوين. قسمت العجينه على 4 قطع عشان هعملهم 4 ترغيف. كده هحدد بايدي لحس الزيت، يعني حاجه بسيطه خالص بس عشان العجينه ما تلزقش في الرخامه
واحاول افردهم كده زي الفينو بس كبير شويه طبعا. هنحطهم في الصاجات واسيبهم ترتاح في الصاج وتخمر خمره تانية. كده الصاجات كلها خلصت تمام كده. ادي الاربع ترغفه في الصاجين وهنسيبهم يريحوا كده. خمروا، بصوا خمروا بقى شكلهم حلو ازاي، خمروا وكبروا كده. هنحطهم على الفرن، طبعا الفرن سخن، وهتحطيهم على تاني على الشبكه التانية على طول، ما تحطهمش في الارضيه، وتسيبيهم لغايه لما يسوي من تحت. ولعي الشوايه لغايه لما يتحمروا يبقوا بالشكل ده كده. انا هسيبهم لغايه بكره كده بالظبط، لغايه تاني يوم هحطهم في كده اهوت في نفس الصاجات كده اهوت، واغطيهم واسيبهم لغايه تاني يوم عشان خاطر اقطعهم. لو قطعتهم النهارده هيبقوا سخنين وهيبقوا طريين، مش هينفعوا، مش هيطلعوا حلوين يعني كده. ده تاني يوم سبتهم كده، هقطعهم عشان خاطر ننشفهم بقى. بصي قبل ما ببدا في التقطيع وعشان نحطهم في الفرن ينشفوا، بولع الفرن على اخر درجه عاليه جدا واسيبه عبال ما اقطع العيش ده. وكنت بوريكي السكينه، لازم تكون سكينه مشرشره او سكينه حاميه جدا عشان تعرفي تعرفي تقطعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كده هنقطع الرغيف بحاله وهنرصه على قد بقى الصواني اللي عندك. رصي، انا برصهم وبقطعهم كلهم وبحطهم في صاجات وبحطهم على بعض جوه الفرن. انا عايزه الهبو بتاع السخونيه، مش انا لا هسوي ولا هحمر، انا عايزه القش، فانا عايزه الهبو، فهحطهم كلهم مش مشكله. بص دلوقتي هوريك انا حطيتهم ازاي في الفرن. بعد ما نقطع هوريك انا حطيتهم ازاي في الفرن. وطبعا الفرن من قبل ما ابدا التقطيع وهو بتشتغل شغال على اعلى درجه عشان يبقى سخن جدا. وبعدين هوطيه شمعه، يعني توطيه جدا شمعه عشان خاطر ما يحرقش البسكوت. كده خلصنا كله. حبه الفرافيت دي بقى انا ما برميهاش، هحطها برده في الصاجه من تحت اهو كده. هوسع واحطها في الصاجه من تحت. بعد كده احطها على خليط الفيجيتار او تعملي الفيجيتار حلو خالص. حطي له حبه توابل يبقى عامل زي كانه زي الفيجيتار، واديله طحنه بسيطه في الكبه كده اهو. هنرص عليهم البقسماط وباقي البقسماط حطيته على بعضه اهو كده. هو ده خلاص كده اخر صاجه. هنحط بقى الصاجات كلها على بعض جوه الفرن. هوريكي دلوقتي ازاي اهو. ده اللي انا بقولك عليه، حطيت الصاجات كلها والنار شمعه وهسيبهم، مش هياخدوا وقت طويل وهيعملوا على طول.